مساء الخير على حضراتكم واهلا وسهلا بكم في اول كور. هنتكلم عن مباراة مصر وبنين في افكون المغرب 2025. المباراة تلخص في 3 مشاهد. المشهد الثاني والشناوي والفرق. يعني ايه ان انت يبقى عندك جون كبير واقف فانت مطمن؟ انا بتكلم على البطولات بتاعت 2006 و2008 و2012. يعني ايه انا عندي الحضري حراس المرمى؟ يعني ايه انا شايل من دماغي عبء كبير جدا ممكن اشيله عن المدافعين بوجود حارس مرمى ورا خط الدفاع زي الحضري. ما نقول الشناوي الفرق؟ لا بصراحه الجون بيعمل فرق. عايزين نقول الجون نص الفريق. بصراحه الشناوي اللي احنا شفناه منك ده ما نشوفوش في اي جون في العالم. انت حطيتنا في حته ثانيه خالص. يعني انا ما بعرفش العب برجلي. يعني انا ممكن اكلم المدرب يا جماعه ما تنزلوش كوره كتير ليا، انا مش عارف احرك. اكلم مدافعيني خلال المباراه بلاش في الوقت الاخير ده، في اخر 10 دقائق اخر ربع ساعه من المباراه بلاش تنزل الكره عليا. كرة زي دي كرة سهلة جدا تطلع بشكل كويس جدا وشكل مناسب جدا، استلم اشوط على جنب الملعب. اللي انت عملته ده مش موجود. يعني مش معقول هنقول جون كبير وحارس افريقيا او شلتنا في الماتش بتاع جنوب افريقيا، بس لما اجي نقول ان انت ممكن تضيعنا من ماتش الصعود لدور الثمانيه، لا. يبقى احنا هنا بنتكلم عن الجون الكبير. الجون الكبير هو مش ان انا يعني ابقى يعني شايل الجون بتاعي، التصديات فوق العاده، قافل الدنيا ورا خط دفاعي بطل، واجي في كوره زي دي ان انا ما اعرفش العب بالرجلي، ما اعرفش العب كوره، ما اعرفش احط على زميلي او زميلي يحط عليا. لا، الموضوع هنا مختلف. الاجوان دلوقتي لازم تعرف تلعب برجليك. روما حارس مانشستر سيتي دلوقتي ما كانش بيعرف يلعب برجله. وانا شايف ان لما جه مانشستر سيتي ابتدى الراجل بيحط عليك كوره، تتصرف كويس، تلعب مع اللعيبه مع المدافعين، حرك كوره يمين حرك كوره شمال. بس اللي احنا شفناه منك ده بصراحه لا. الشناوي فعلا. والفرق الفرق ان يبقى وراك جون عظيم زي الحضري يفرق كتير جدا مع المنتخب. نتمنى يكون درس ليك يا شناوي، ومش عايزين يكون خروجنا من بطوله الامم الافريقيه على ايدك انت، على خطا من حارس مرمى لا يودينا في حته ثانيه خالص. فاحنا بالنسبه لنا كابتن حسام والكابتن سعفان ان شاء الله الحته ديت مع الحضري مع الشناوي عشان ما تعرضش موقف زي ده، لان ده كان مشهد ممكن يغير المباراه تماما. وفعلا غير المباراه لولا ستر ربنا والاكسترا تايم. ياسر ابراهيم ومحمد صلاح عدونا من المأزق ده. لكن المشهد الثاني